سلام البنات، انا رجعت وجبت لكم معايا السفه ديال الكسكسو من النوع الرقيق. كسكسو مكسكس يعني النوع الرقيق. شديته عندي هنايا 500 غرام. درت هنا 3 المعالق كبار ديال الزيت حتى ل4 المعالق تاع الزيت درتهم، وغنحاول ندخل هاد الماده الدسمه اللي هو الزيت ندخلو في ديك الحبيبات ديال الكسكسو. انا غنحاول نشرح لكم نقطه بنقطه. انا شحال هذيك درت واحد الضيافه ودرت فيها السفه ديال الكسكسو، قلت لكم غنلوح لكم الفيديو وما لحتوش. دابا انا غنلوحو لكم هنايا بكل التفاصيل ونحاول نشرح لكم باش تطلع معكم الوصفه ناجحه 200%. هنا كنبقى نعرك بيدي هاد الكسكسو بحال هكا باش كل الحبيبات ديال الكسكسو تيدم تزيت. خديت هنايا الماء، غنكب الماء، ما نقدرش نعطيكم القياس لان كاين الكسكسو اللي كيشرب وكاين اللي ما كيشربش. كل نوع وشحال كيشرب. غادي نديرو حتى يبقى يبان لكم الكسكسو كله عمر بالماء، كله ولا ماء. ما نديرش فوق منه بزاف، ما نخليهش ناشف. هنا كنحاول نغطيه باش يشرب، كنغطيه بواحد المنديل. هنايا ها هو شرب، ما كاملاش واحد القسمين بحال هكاك حتى 12 ساعه بحال هكا 10 دقائق كينشف. هنا شوفوا كيفاش كنحاول كنجر غير بشويه بشويه لانه كيشرب داك الماء كامل كيلتصق بالطاوه. كنحاول نفكو غير بشويه بالخاطر حتى كنفكو كامل. كيف كتلاحظوا انا ما بغيتش نزرب الفيديو باش تتبعوا الفيديو خطوه بخطوه باش تنجح معكم الوصفه تكون ناجحه ان شاء الله. وهنا كيف كتشوفوا انا كنوريكم الحب ديال الكسكسو هذاك الرقيق مفكوك حبه حبه. هنا راني درت الفوره الاولى وانا كنسقيه بالحليب. كتاخذوا الحليب نص لتر ديال الحليب، كل نص كيلو ديال الكسكسو فيه نص لتر ديال الحليب. انا غنحاول غنكب الحليب ولكن ما غنكبوش كله باش نشوف الاول واش شرب ولا لا، يعني القياس الاول واش غيشرب ولا لا. شوفوا شحال خليت. هنا غنحاول نحلو بالمعلقه حيت جاني سخون، غنحلو بالمعلقه. غير عطيو الخاطر، الوصفه راها ناجحه الا تبعتوها 100% ناجحه وراها كتجي غزاله وبنينه. وهنا البنات راه ما تحتاجوا لا فاني لا نسمه ديال شي ماده كيماويه ولا حتى شي حاجه. هنا انا خويت داكشي اللي تبقى من الحليب، خويت كملت. غنحاول دابا غادا نغطيه باش يشرب. وهنا البنات خديت هاد الكاسرونه درت فيها قياسي ديال الماء، جهد واحد الكاس تاع لاروب ديال الماء، ودرت فيها 4 المعالق ديال السكر سنيده حبيبات، وغندير فيها واحد الباديان، هذيك نجمه الارض اللي كيقولوا لها نجمه الارض باش تطلق فيها النسمه. وغادا ندير فيها هذيك الكاسرول ملي تسخن مزيان وتذوب هذيك السنيده وتغلى، غادا نرمي الزبيب فيها باش هذاك الزبيب نعسلو. هنا الغزالات الكسكسو ملي نشف من هذاك الحليب كنحاول نحل فيه بهاد المعلقه حيت جاني سخون. كنحاول نحل فيه بالمعلقه غير بشويه بشويه وبالطرف وبالجهه وكنحاول نقلبو منه يبرد شويه، يبرد منه كنحل فيه. شوفوا الحبه كيفاش دايره مطلوقه ومعزول حبه حبه، ما عجن ما والو. هنا خديت جهد، هنا راه درت الزبده البلديه، انا بغيت الزبده البلديه، درت جهد واحد 150 غرام حتى ل 200 غرام ديال الزبده. غادا ندير عليها هاد الكسكسو الرقيق وغنخليها شويه تطلق حيت كانت عندي في الفريغو وجبدتها.
شفتوا هنا البنات انا لحت الباديان وغادا تطلق واحد النسمه غزاله، غادي نتحماقوا عليها. انا راه كنتسناه يتعسل هذاك الزبيب وغنوريه لكم فين غنديرو. هنا انا درت القياس ديالي ديال السنيده الرقيقه، وحاولوا ما تحليوهاش بزاف، ديروا غير القياس. وبطبيعه الحال راني درت الملحه في الاول ملي درت الزيت الكسكسو، راني درت قياسي تاع الملحه، درت معلقه صغيره ديال الملحه، ديك الصغيره كاع ماشي الصغيره العاديه، الصغيره. وهنا بغيت نقول لكم وياكم ديروا السكر كلاص، لان السكر كلاصي في الصفه كيطلق الماء وكيخرج لكم على الوصفه. حاولوا ديروا غير السنيده ديك الرقيقه باش تذوب. هنا انا غطيت بالزيف باش هذيك السنيده تذوب لينا مع السخونيه. انا كنحاول حيد الزيف وكنعرك في هذاك الكسكسو الصفه، كنعرك فيها مزيان باش ديك الزبده يتشربها الكسكسو، هاد الصفه ديال الكسكسو. انا كنحاول نشرح لكم باش تفهموا مزيان. هنا غنزرب المقطع هذا شويه باش ما نطولش عليكم الفيديو. واحد السر هنا البنات، انا غنوريكم كيفاش الوصفه تاكدوا منها بان هاد السفه الكسكسو ناجحه. غادي تشدوا ملي تعركوها مزيان، ديروا الزبده والسنيده وتعركوها، غادي تشدوا هاد الكمشه ديال الكسكسو وغادي تكمدوها في يديكم تجمعوها، وإلا تحلت لكم عرفوا بانها راه خدات الزبده الكافيه، هاد السفه راه ناجحه معاكم. وهنا هذا هو الطبق الاخير، كنتمنى يعجبكم. وهاد السفه راها كتوجد في اسرع وقت، في اسرع وقت، فيها غير جوج فورات كتكون واجده وناجحه 200%. وواحد النقطه اخرى البنات، البرمه اللي فورت فيها هاد الكسكسو راه درت فيها القرفه والباديان. هاد السفه ما درت فيها لا زهر لا حتى شي حاجه، كتجي البنت ديالها غزاله. غير جربوها راها ناجحه 200%. غير تفرجوا في الفيديو حتى الاخير. وهذا هو الفيديو اللي وعدتكم به نحطه لكم ديال سفه الكسكسو، كتجي غزاله. وهذا طبق اخر، زواق اخر حتى هو بسفه الكسكسو، نفس الطريقه نفس كل شيء. وهذاك الزبيب اللي عسلت راه ممكن ديروه من الفوق. وهنا درت اللوز مهرمش ومقلي، وهذيك راه النوقه. ان شاء الله ندير لكم حلقه خاصه على النوقه. وهذاك الزبيب راه كيعوض السكر كلاصي. كنتمنى الفيديو يعجبكم، ولا وصلتوا حتى لهنا ديروا جيم وبارطاج مع الحباب والاصدقاء. وان شاء الله فيديو قادم، وصفه جديده ولقاء جديد ان شاء الله. كنتمنىكم تدعموني وتشجعوني، وانا بكم مواصله ان شاء الله.